قشابية جاية من الكلمة الفرنسية كاشي بيان أي يخفي جيدا، بصح يقولوا باللي أصلها قشب وثوب. قشب معناها جميل وجديد. ما كان له داعي. هزرب أصلها في اللغة العربية ضرب الماء ومشى وجرى. ما زالني على ديداني. كلمة عربية فصحى جاية من الديدن وهي سجية والطبع. استناني جاية من كلمة استأنس في العربية معناها انتظر ولا أتعجل. والله شفني مسكين. في اللغة العربية شفاه الهم أي أهزله وأتعبه. على بالك باللي سألوا بعضهم حسيفة. حسيفة في اللغة العربية تعني العداوة. شحال السومة؟ السوم في العربية هو عرض السلع للبيع. غاول أصلها في المعجم بادر بالسير وغيره. سربي نشرب الله حافظك. في المعجم أصلها صرب معناها تحرك السائل وسال وجرى. أنا نحوس عليه كي نلقاه نقولك. جاية من الأحوس في اللغة العربية وهو دائم الركض والجري. شوية شوية أصلها في العربية الشيء وصغروها ولد شوي وشوية. ونيشان نيشان في العربية لإبداء الرضا والموافقة. وين يتقال تستحق نيشانا. اسمع بالك وأصلها في المعجم لتنبيه. بالك استحضر بالك. قالك قاع سيقاع. أصلها في العربية أي أقصى عمق الشيء وهو كناية للوصول إلى قاع الشيء. اليوم صبت بروري. أصلها فعل تبر أي أهلك ودمر، وهذا كناية على أنه يهلك الزرع ويكسر الديار. هفيسع أصلها في إيساع. اذهب في إيساع في ساع. لازم ندير لك واغط. أصلها في المعجم كواغد. كاين ينطقها كواغط وكاين ينطقها كواغط بمعناها القرطاس أو الورق. شوف تصارى ولا حقت. كلمة دصر في المعجم معناها سمر أي ألصقه بالمسمار، وهي كناية على الناس اللصقة. أو السيد باصة ب4 سنين مسكين. باصة اللي هي دلالة على أنه الشخص تورط. أصلها في المعجم باص الشخص ومعناتها باللي هرب واستتر. والله لهردناها هردة لم يسبق لهردتها هردة. وأصلها في المعجم بمعناه التقطيع. هردت الثوب وهردت اللحم أي مزقته.